تعمد الفرق إلى تعزيز صفوفها بأبرز اللاعبين من أجل المنافسة على الألقاب المتاحة في الموسم الجديد. وسيتصدر المشهد هذا الصيف نجوم بارزون ومواهب جديدة كانت اكتشاف الموسم بامتياز، لكن وجهتها تظل مجهولة، فيما تظهر صفقات أخرى ضخمة تفيد المعطيات بإمكانية حدوثها، وهي ما سنتكلم عنه في هذا الفيديو، إذ سنقدم لكم أبرز 5 صفقات محتملة هذا الصيف. إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد. البلجيكي يعد هدفا لريال مدريد منذ موسمين، وقد تجدد اهتمام ريال مدريد به مجددا بعدما أصبح من شبه المؤكد رحيل الكولومبي خاميس رودريغيز خلال هذا الصيف. وأكدت صحيفة ماركا أن ريال مدريد يريد التعاقد مع هازارد في سوق الانتقالات القادمة، خاصة وأنه يتصدر قائمة اللاعبين المطلوبين لدى مدرب الفريق زين الدين زيدان. هازارد يتعلم حاليا اللغة الإسبانية، ويبدو أنه مرحب بفكرة الانتقال إلى مدريد، كما أن تشيلسي على استعداد للتفاوض مع ريال مدريد لبيع نجمه، خصوصا وأن اللاعب كان قد حصل على وعد من مسؤولي النادي الموسم الماضي بالاستماع للعروض الكبيرة التي ستقدم له هذا الصيف. الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشيلسي. خلال الأيام الماضية ذكرت العديد من الصحف أن أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي مهتم بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هذا الصيف، واستندت في تقاريرها إلى أن كونتي كان المدرب الذي أقنع مهاجم ريال مدريد الحالي بالانضمام إلى يوفنتوس في صيف 2014، على الرغم من أنه لم يدرب اللاعب بعد أن ترك تدريب يوفنتوس وقتها واتجه لتدريب المنتخب الإيطالي. المدرب الإيطالي يبدو مصرا على انتداب المهاجم الإسباني، كما أن تشيلسي مستعد لدفع 65 مليون يورو من أجل ضمه، وهو رقم من المستبعد أن يرفضه ريال مدريد، خصوصا وأنه يمثل ضعف ما دفعه الملكي في الصيف الماضي لاستعادة اللاعب من يوفنتوس مقابل 30 مليون يورو. كما أن موراتا يبدو مستعدا لهذه الخطوة بعد فشله في حجز مكان أساسي في تشكيلة زيدان الذي يفضل الاعتماد على كريم بنزيما. الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان إلى بايرن ميونخ. أشارت العديد من الصحف العالمية إلى رغبة لاعب الوسط الإيطالي في ترك صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان والانتقال إلى أحد كبار القارة الأوروبية، خصوصا في ظل التصريحات المتكررة من وكيل أعماله التي أثارت خلالها الجدل حول مستقبله، حيث صرح بأن فرص بقاء موكله ضمن صفوف النادي الفرنسي معقدة، ويحظى فيراتي باهتمام كبار أوروبا، وانضم مؤخرا بايرن ميونخ للسباق إذ يستعد لبدء المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب من أجل مناقشة مسألة رحيله عن النادي الباريسي، إذ أن بايرن يريد تدعيم خط وسط الفريق بعد اعتزال الإسباني تشابي ألونسو، ووقع اختيار كارلو أنشيلوتي على مواطنه فيراتي الذي سبق أن أشرف على تدريبه رفقة سان جيرمان. فيليبي كوتينو من ليفربول إلى برشلونة. صانع ألعاب ليفربول والذي مدد عقده مع ناديه في يناير الماضي ربطته العديد من التقارير منذ مدة بالانتقال لبرشلونة، فقد ادعت صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب على استعداد للرحيل عن الريدز، كما أن برشلونة على اتصال مع ممثلي اللاعب لضمه هذا الصيف، ويعلم جيدا أن عليه دفع مقابل مادي ضخم لإقناع ليفربول ببيع نجمه. كما أن البرازيلي الآخر نيمار يريد أن ينتدب برشلونة كوتينيو من ليفربول، إذ يؤمن تماما بأن مواطنه سينسجم مع أسلوب لاعب الفريق الكتالوني، إذ قال نيمار في تصريح سابق أن اللاعب الذي يريده ضمن صفوف برشلونة من الدوري الإنجليزي هو كوتينيو. نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى مانشستر يونايتد. اهتمام اليونايتد بنيمار معروف منذ مدة، ولكن حظوظه ارتفعت بعد فوزه بالدوري الأوروبي وضمان مقعد في دوري الأبطال الموسم القادم، إذ أشارت تقارير إلى أن مانشستر وضع مبلغا يتراوح ما بين 300 و 400 مليون يورو رهن إشارة مدربه جوزيه مورينو بغاية التعاقد مع نجوم من المستوى الأول لرغبة النادي في استعادة مكانته ضمن كبار أوروبا. كما أن نيمار لم يخفي رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي، إذ قال في تصريحات سابقة: الدوري الإنجليزي بطولة تدهشني كثيرا، أحب أسلوب اللعب والفرق هناك، ومن يدري يوما ما أحب أن ألعب هناك. كما أن سيناريو رحيل الظاهرة رونالدو صوب الإنتر ولويس فيكو إلى الغريم ريال مدريد يمكن أن يتكرر، خصوصا وأن مانشستر لا يمانع دفع قيمة الشرط الجزائي الذي وضعه برشلونة للتخلي عن اللاعب البرازيلي، وتبلغ قيمته 200 مليون يورو.